سانشو تعود للبارسا مرة أخرى. تمرير من ماتيو، هذه انطلاقة السريعة، تلعب كرة بالسرعة، محاولة المرور، بينما هناك ضغط. الكرة تعود للبارسا من جديد. داني ألفيس يصدق، هدف رائع، هدف رائع عن طريق اللعب. داني ألفيس في كرة بعيدة المدى سددها ليؤكد ان البارسا قريب من الدور القادم في الكوبا ديل ري. كرة صوبها في غاية الدقة والروعة والجمال لتسفر عن هدف اول جميل لصنع البلوغرانا. البارسا يتقدم 1-0 في تسويبة البرازيلي داني ألفيس. الكوري كامينوس يصوب كرة ويغلط بها الحارس فوينتيس. تقدم مبكر، تقدم مهم، وامام الاعاده في الكره اللي صوبت من بعيد. داني ألفيس يصوب ويخالط الحارس اللي اساء تقدير الكره. فوينتيس يسأل تماما حارس مرمى فريق الفيانوفينسي. حتى هذه اللحظه التقدم للبارسا 1-0. الثاني للبارسا، خطأ كبير من حارس المرمى، والراميريز لا يرحم، لا يرحم يا فوينتيس. هدف ثاني للبلاوغرانا في خطأ كبير. ساندرو راميريز يضع كرة في شباك فريق الفيانوفينسي. البارسا يتقدم 2-0. خطأ كبير يكلف الفريق الضيف هدف ثاني في مرماهم. اكيد المهمة ستكون اصعب واصعب. شوفوا الاعادة مرة اخرى، لما تغلط تدفع. فوينتيس خطأ اول في كرة سددت من بعيد، اساء تقديرها كرة داني ألفيس، وهذه المرة يمنح راميريز هدية يقبلها مهاجم البارسا ويضع الكرة في الشباك. البارسا الان يتقدم 2-0 للبارسا. يخسر ايتور. هجمة لفريق الفيانوفينسي، محاولة والتصويب، هدف رائع، هدف لا ينسى ابدا لفريق الفيانوفينسي على كرة صوبت من خارج منطقة الجزاء. هذا اللاعب سيدخل تاريخ النادي فيانوفينسي. كرة صوبت من خارج منطقة الجزاء، يسجل الفريق الضيف هدف في غاية الروعة والجمال. كرة جت موبيرتا صوبت من خارج المنطقة لتغالط ماسيب. النتيجة الآن 2-1. يتمكن من تقليص الفارق. تصويب كان في غاية الروعة. شوفوا الإعادة مرة أخرى. هنا المحاولة والتصويب من خوان فران. صوب كرة بشكل ممتاز خوان فران يمنح فريق هدف في الكامب نو، هدف غالي لهذا اللاعب. يساب السامدوريا الايطالي 1-0 على اثر قذيفة الهولندي رونالد كومان. هذه كرة ومحاولة للبارسا. الثالث يا راميريز، بالفعل هو الثالث للبارسا والثنائية للساندرو. ساندرو يسجل ثالث اهداف البارسا. البارسا الان يعود ليتقدم ب3 أهداف مقابل 1 بعد اختراق ممتاز من ساندرو راميريز اللي تمكن من وضع الكرة داخل الشباك. 3-1 تقدم البارسا على حساب الفيانوفينسي. بسرعة البارسا يتمكن من الوصول إلى مرمى الفيانوفينسي. شوف الإعادة، التمريرة الممتازة وانطلاقة للاعب ساندرو اللي وضع الكرة في الشباك. شوف الإعادة مرة أخرى، هدف اللي سجل عن طريق اللاعب ساندرو راميريز. 3-1. رقم بايع ميسي ب 250 مليون شهر جزائي، ونيمار 190، ولويس سواريز 200. ارقام كبيره. والرابع لفريق البارسا على اثر راسيه في محلها. يسجل منير الحدادي بضربه راسيه محكمه على طريقه اهداف لويس سواريز. يسجل هدف رابع جميل، الهدف الرابع للبارسا. شوفوا الاعاده مره اخرى. كروس كان من جيريمي ماتيو، عرضيه واختفى منير لتستقر في مرمى الحارس فوينتيس. البارسا يوقع على هدف رابع
الرقم الان يزداد بكرة رابعة للبارسا. البارسا يتمكن من توقيع اول اهداف بالشوط الثاني. سيلعب مباراة الذهاب بالدور 32 امام قادش. هذه محاولة فرصة للخامس، الخامس يضيع، لا الخامس ياتي بتصويبة مركزة. الهدف الخامس هو الثالث الشخصي لساندرا. ساندرا اللي تابع الكرة اللي أمنت سدادها باقتدار في مرمى العارف بنتاس. البارسا يسجل الهدف الخامس والنتيجة 5-1. انتصار كبير امامنا الكتالوني الصغير، سعيد بهذه الاسبقيه، سعيد باهداف البارسا. البارسا اعتاد ان يزور شباك الخصوم بالاساسيين الثلاث الملعب سواريز نيمار ميسي، وبالبدلاء ايضا يمارس هذه الهويه، يمارس هذه الهوايه التهديفيه. ساندرو امام الكره الصوبه داخل منطقه الجزاء، اسكنها في مرمى فريق الفينوفيتسي. كرة من جديد يستعيد فريق البارسا. هذا ادريانو كرة طويلة، ادريانو لا وجود التسلل. الهدف السادس بطريقة ولا اروع. الهدف السادس يلعب بطريقة التيكي تاكا، لمسة ممتازة والمتابعة كانت في محلها. الهدف السادس لفريق البارسا. البارسا يمتعنا ويتحافنا بالهدف السادس في كرة ربيع الدفاع. اللمسة تاكو ممتاز كان من جرب ساندرو، والحدادي يتابع ويضع الكرة في المرمى. الحدادي اللي صام عن التهديد في الشوط الأول يفتح الشهية بثنائية في الشوط الثاني. شوفوا العادة مرة أخرى، التاكو لعب الكرة بالكعب ومتابعة من منير الحدادي اللي يدعى الكرة في شباك فريق الفينوفينسي. 6-1 للبارسا، يتقدم على حساب الفينوس.